تضامنا مع غزة والقضية الفلسطينية، توجه اليوم وفد يضم عددا من القوى السياسية المصرية يتقدمهم الدكتور سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة إلى قطاع غزة. وعند معبر رفح مررنا بفلسطينيين عابرين إلى رفح المصرية للعلاج. ايدي هذه عندنا الاصابات، بس احنا يعني مجرد انك تطلع برا انت حتصاب، مجرد انك انت تشيل واحد انت حتصاب، والحمد لله رب العالمين وربنا يعطيك الصحه. نتيجة قصف ونتيجة يعني شيل للناس الطايحة والناس المحروقة والناس المتعورة ورفع الأنقاض عن الناس. أنا جاي هنا عاوز أعمل عملية في عينيا. الوضع هناك صعب جدا يعني. وفي غزة رائحة البارود ومشاهد الدمار لاحقتنا من شارع إلى آخر. الوفد مر على مقر رئاسة الوزراء المدمر بقصف إسرائيلي عقب زيارة الدكتور هشام قنديل مباشرة، ثم على بيت عائلة الدلو معزيا الأب الذي فقد أبنائه الثمانية وبيته. بالنسبة للوضع اللي صار لنا هذا واللي بيصير من زمان هو يعني ما فيش جديد عليه، إلا بل بتوحشوا أكتر، بيستفزوا أكتر، وبهدموا البيوت على ساكنينها، على كبار في السن وعلى متوسط السن وعلى صبايا وعلى رضع وعلى 4 سنين و3 سنين وعلى طعون حضانة. يعني إشي مش أنا 8 راح مع البيت راح والبيت راح الحمد لله. ليل نهار والقصف شغال، ما بنعرفش النوم بالمرة، أطفال زلام شيوخ شباب كله ليل نهار القصف شغال علينا من إسرائيل. الأزمة التي نعيشها نحن كفلسطينيين والتي تعيشها المنطقة بأسرها سببها الاحتلال. إذا لم ينتهي هذا الاحتلال سنظل نحن في معاناة وستظل المنطقة بأسرها في معاناة. وفي مستشفى دار الشفاء الاستقبال والطوارئ لم يهدأ مع توالي وصول الجرحى. والله وأنا ماشي في الطريق بجنب نادي الزيتون قرب من طرمبة بهلول، ما سمعت، كان معي أولادي 2 صغار، ما سمعت إلا صوت القصف، ارتميت على الأرض ورميت أولادي تحتي، ما لقيت إلا الشظايا خشة في صدري هنا وفي كتفي. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، ذبحونا الله لا يكسبهم. نريد من الحكومة العربية أن تقف موقفا صلبا قويا لوقف ولجم هذا العدوان، لأنه كل مساعدة بدون وقف هذا العدوان تصبح غير ذات معنى. لذلك نحن نطالب الحكومات العربية ورؤساء العرب باتخاذ موقف جدي للضغط على أمريكا والدول الغربية، لأن لهم مصالح عندنا، حتى يوقفوا هذه الحرب اللا معقولة التي لم يشهد لها التاريخ. الموقف المصري موقف متقدم جدا بعد الثورة المصرية. الرئيس محمد مرسي معروف قراراته بالنسبة للسفراء، وكذلك أوعز لرئيس الوزراء بزيارة غزة ووزراء الصحة والشؤون الاجتماعية، كذلك أمر بفتح معبر رفح على مدى الساعة واستقبال الجرحى، وبدأنا بإرسال الجرحى إلى جمهورية مصر العربية واستقبلتهم. طائرات الاحتلال الإسرائيلي لم تتوقف، واستمر القصف أثناء زيارة الوفد المصري، حيث استهدف مركز الصحفيين المقابل للمجلس التشريعي الفلسطيني. جئنا لنقول، يمكن كل الأخوة الحضور اللي اتكلموا النهارده كانوا بيقولوا الكيان الصهيوني احنا مش خايفين من الضرب، مش خايفين من الدمار، احنا كشعب مصري بعد الثورة ما فيش أي حواجز بيننا وبين إخواننا في غزة أو فلسطين أو في أي مكان أو أي أرض عربية أو إسلامية. أعتقد إن الرد كان سريع من الكيان الصهيوني، زي ما الإخوة شايفين ده مجمع الصحفيين على بعد خطوات من المكان اللي احنا متجمعين فيه دلوقتي. يمكن أرادوا إن هم يقولوا لنا إن أنتم مش بعيد عننا، وان احنا ممكن نطولكم بصواريخ او نضربكم، او يعني خفوا شويه من الشجاعه اللي انتوا فيها. واحنا بنرد عليهم بقى وبنقول حتى لو ضربتوا هذا المكان اللي احنا واقفين فيه، حتى ولو كنا في هذا المكان اللي بيحترق الان، ده كله مش هيهمنا ومش هيرجعنا، وهنيجي غزه تاني وهنكمل المشوار.